استاذ ابراهيم، نقول لك حظ اوفر في القادم من الايام. بصراحه الاتحاد كان يملك فرصه حقيقيه حتى وانت خسران في الذهاب 2-1، نتيجه مش بعيده جدا. ليش خسر الاتحاد اليوم بهذه النتيجه الثقيله؟ والله خسر اول شيء المباراه الاولى خسر حكام، واليوم الهدف الثاني في سايد 100%، يعني فاولات حكم اعتبره سيء. الاتحاد يمكن خسر، ولكن الحكام اللي انتم تطالبون فيهم يعني اليوم الكل شاف، وانا اتمنى خبراء التحكيم يشوفون الهدف الثاني تسلل 100%. بالنسبه لنا احنا سوف نرفع احتجاج للاعب الاهلي المحترف لانه اوراقه غير نظاميه وعندنا ما يثبت، وبكره ان شاء الله حنكون. كيف اوراقه غير نظاميه؟ وضح. يعني ما هو لاعب تستوفي فيه الشروط، انه لاعب انه عاطل، وانه في لاعب في البرازيل في الدوري الثالث. عندنا الاوراق طبعا، تسجيل الاهلي غير نظامي وحنحتج بالكلام هذا. هذا تتوقع مثل هذا كافي انه يخليكم انتم بمكان الاهلي مثلا؟ طبعا اي حق من حقوق الاتحاد سوف ما حنقصر عنه، يعني كونه غير نظامي فنحتج، والقرار قرار الاتحاد السعودي. ملاحظتك اليوم على الحكم فقط في الهدف الثاني انه اوفسايد، ولا باقي الامور اوكي؟ لا كان سيء، بموجب المباريات سيئه، وفي خبراء تحكيم يقدرون يقولوا. اقول لهم مبروك لاشقائنا الاهلي. بالنسبه لفريقنا فريق شاب، الاجانب عملوا الفارق مع الاهلي، كلها فاولات. الاتحاد ما كان سيء ولا كان كويس، ولكن جيد. ونعتذر للجمهور السعودي والاتحادي، وان شاء الله نعوض بالاسيويه. الاهلي يستحق الوصول للنهائي؟ لا طبعا. كيف لا؟ سجلوا فيكم فازوا عليكم ذهاب وإياب. انت لما ترجع للمباريات اهداف تسلل اخطاء حكام تقول لي يستاهل؟ لا ما يستاهل. طيب تعال استاذ ابراهيم، هدي نفسك اكثر من كذا، هدي نفسك. حنوصل الى امور كثيره. طيب بالنسبه انت امس في الحدث الرياضي قلت عن احمد الفريدي انه ما في شيء وانه الامور اوكي. الفريدي قبل شوي قال انه عنده الرغبه انه يمشي من الاتحاد. والله انا اسال الفريدي وجيبوا الفريدي. قالها على الهواء قبل شوي. قالها على الهواء، ما تكلم معاي. اساله اذا تكلم معاي وما تكلم معاي الى امس والى اللحظه هذه ما تكلم معاي. طيب ومختار فلاته بالنسبه للاشاعات؟ اي اشاعات؟ الاشاعات انه ما استلم حقوقه وانه ما عنده، انه ما كان عنده مشكله. اساله. اسالك انت كرئيس اساله اذا مختار فلاته من اسبوع مستلم باقي حقوقه كامله. طيب مصير خالد القروني؟ الى الان احنا عندنا مباراه سويه، بعد مباراه سويه وانتهي الموسم لنا تقرير. شكرا لك. يبدو لي انه ابراهيم بالتاكيد منرفز من خروج فريقه في او من عدم الوصول الى النهائي. طبعا نعذره.